اهم شيء بالنسبه لنا الخروج مش المشروع بتاعنا. احنا بالنسبه لنا عندنا تشامبيونز ليج، عندنا معناتها بطوله نلعب عليها، عندنا كاس تونس، عندنا كل واجهات ماذا بينا قاعدين اللي نشوفوا فيه اليوم باش ندعموا الرصيد البشري اولوياتنا مش العكس. بون اذا كان فما لاعبين اليوم عندهم عروض وفما ناس تحب تخرج، هذاك الكل باش ندرسوه ونشوفوا شنو المهم بالنسبه لنا احنا في عالم الاحتراف. وعالم الاحتراف معروف انه ما تنجمش تسكر على اللاعب حياته كامله معاك، تعرف لازم تعطيه فرصته، لكن لابد خروج اللاعب زاد يرتبط بزاد مصلحه النادي السويسري، مصلحه اللاعب زاد كيف، واذا كان قيمه الحاجات هذوما توفر الشروط هذوما لما لا يقف عليه النادي السويسري. تعرف هو نادي عريق وكبير وما يقف على حتى ملاعب، بالعكس بالنسبه لنا اذا كان فما ملاعب اليوم حان وقته باش يمشي على بالعكس يسهلوا من يضمن حقوق النادي اللي عنده عليه فضل. شو سؤال موجه فخر الفرجين الاساسي فخر بن يوسف وعلي معلول، قالوا فما ثلاثه لاعبين هذوما خارجين يعني في التريفل. احنا بالنسبه لنا ما فما حتى خارج الا ما يوقع كما نقولوا اتفاق. احنا اليوم قاعدين نحكيو على كما قلت لك على امتدادات. بالنسبه للناس هذوما علي معلول قاعد في النادي نتاعو ماهوش قالق في النادي عمره مطلق يخرج. فما لاعبين اخرين عنده طلب باش يخرجوا حسوا برواحهم اللي هما معناتها يخرجوا، لكن علي معلول واقف مع ناديه، هو الكابتن ديكيب، ما عمره ما عبر عن رغبته في الخروج. ان شاء الله انا نتمنى له باش زاد يجي نهار وربي يسهل له باش يخرج، لكن قاعد يعطي النادي ومش قاعد يحسب وقتاش يخرج وكيفاش يخرج، اكثر من قاعد يخمم كيفاش يربح فريقه في القاب، وكيفاش على الاقل اللقب اللي ضاع منه السنه الماضيه باش نرشحوه في السنه هذه ان شاء الله. فخر الدين يوسف الفرجين الاساسي نحكيو فما فرق من عمناوي اللي تحب على فخر الدين يوسف، نحكيو معاهم كما قلت لك اذا توفرت شروط يعني الشيء اللي يرضي نادي السويسري ما لا باش يخرج هو ولا شنو هو الفريق؟ والله فما ناس بالنسبه لفخر الدين يوسف وفما اندرلخت بالنسبه للفرجين. في لطفي علمنا انه فخر الدين يوسف عنده عرض من فريق خليجي ب4 مليارات، لكن يبدو انكم هو اللاعب نفسه رفض انه يلعب في الخليج ويريد اللعب في اوروبا. هل من توضيح بخصوص هذه النقطة؟ الحقيقة موجود أكثر من عرض من دول في الخليج بالنسبة لفخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف هو اللي قرر، لأنه هذا مستقبله وهذا مصيره. فما عروض من فرنسا، فما عروض من دول الخليج. احنا بالنسبة لنا يهمنا مصلحة الملاعبي، ولكن يهمنا مصلحة النادي السويسري. إذا توفرت الزوج شروط هذوما سواء في فريق خليجي سواء في فريق اوروبي، احنا ما راهوش مانع باش يكون فخر الدين بن يوسف معناتها يمشي يحترف. احنا ماذا بينا ما يمشيش يحترف، ماذا بينا يكمل معانا، ماذا بينا ما فما حتى جمعيه يظهر لي اليوم تفكر باش ملاعبي في قيمه اللاعب هذايا تفرط فيه. احنا عمرنا ما خليناه للبيع ولا قلنا هذا يلزم يخرج ولا عندنا معاه مشكل، بالعكس لاعب دولي عنده عطاء كبير على الميدان، عطاء برشا النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي عنده عليه افضال. هذايا هو بيده يصرح به ويقولوا اليوم لابد في عالم احتراف نخموا في مستقبل اللاعب، وزاد كيف نضمنوا حقوق النادي في عالم الاحتراف هذايا. لكن ماهيش نيتنا احنا وماهيش نيه الهيئه باش تفرط في حتى ملاعبي، لكن زاد كيف اذا كان لاعب اليوم عنده رغبه باش يحترف، حس اللي حان الوقت باش يحترف، احنا نضمنوا دورنا، نضمنوا حق النادي و يعني نعطيوه الرغبه ليه هو وين يحب يمشي مع ضمان حقوق النادي. هل يستطيع شراء عقده؟ هل يستطيع شراء العقد بتاعه؟ لا ما نجمش. لا يستطيع. والعقود ماذا فعلتم بها بالنسبه للاعبين الذين لم يجددوا عقودهم؟ العقود اللي متفقين معاهم تقريبا اغلب اللاعبين ان شاء الله. معناتها انتم تعرفوا الايام اللي فاتت صارت حاجات اللي هي معناتها خلات برشا حاجات تتعطل، لكن ان شاء الله توا بقدوم معناتها بتحضيرات جديده ان شاء الله هذوما الكل ما هماش مشاكل كيما عودنا. تقريبا عقود نتاع 14 لاعب سابقين اليوم معناتها نحسوا اللي
ما عندناش اشكال باش نجدوا عقود لاعبين ثانيين. الحقيقه معناتها فما ثقه متبادله، فما لاعبين مستوى عالي يحبوا ناديهم يحبوا يواصلوا. ما نتصورش ان فما اشكال كبير في تجديد العقود لما تكون معناتها اجواء اداريه طيبه وتكون معناتها التفاف العائله الموسعه للنادي الرياضي الصفاقسي. ان شاء الله الامور كلها تمشي. نختم لطفي يعني ترشحات بالنسبه للهيئه المديره. يعني علمنا انكم سي مسبق ماشي تترشحوا لنفس القائمه باتفاق معناها مسبق بيناتكم. احنا بالنسبه لنا كما اعلنت عليه في السابق رغبتنا كبيره ان تجي ناس اخرين تترشح وتجيب قوائم، وماذا بينا نلقاو 5 6 قوائم. لا معك معناها في نفس القائمه. نعرف ماذا بينا 5 6 قوائم تجي وتترشح وتخدم ناديها. الكلام سهل، الصعيب هو الخدمه. منصف خماخم ابن النادي الصفاقسي اعطاه الكثير للنادي الرياضي الصفاقسي. تعرفوا اللي عدى فتره كبيره في السابق في التكوين الشبان، وكان ليه الفضل في المركز الشبان هذا باش اعطاه اشعاع والعديد من اللاعبين وقع تكوينهم في المركز هذا. وفما سياسه جديده بدا بها تنجم تقول هو في النادي الصفاقسي في وقت من الاوقات. اليوم منصف خماخم معناتها انا بيدي اقترحت عليه باش يكون الهيئه ويكون حتى رئيس النادي. منصف خماخم خير انه اذا كان قبل انه يخدم نخدموا مع بعضنا ان شاء الله. اللي فيه الرضا والخير للنادي الصفاقسي احنا قابلينه. احنا الراجل هذايا حاجتنا به في النادي الرياضي الصفاقسي، ماذا بينا يواصل، ماذا بينا يخدم على روحه وهو وغيره. اذا اي ناس اخرين يحبوا يخدموا ناديهم يتفضلوا، اهم شيء يجيوا يعبروا عن رغبتهم ويتفضلوا ويخدموا. كل انسان تتوفر فيه الكفاءه باش ينجم يخدم ناديه الابواب مفتوحه. هذاك اللي برشا ناس ما هيش فهمت. احنا قلنا ونعاودوها رانا مستعدين باش نواصلوا وقت اللي ما فماش رغبه من الناس الاخرين، لكن ماناش راغبين باش نمسكوا هالمسؤوليه الكبيره اللي يعرفها كل انسان سير، كل انسان عطاه للنادي وسير وخذا مسؤوليه يعرف شنو معناتها تسيير نادي كيما في حجم النادي الرياضي الصفاقسي. يعرف المعاناه اليوميه، يعرف كل ما قاعد يصير في النادي اللي اليوم انديه ب 30 و 40 مليار دوك تشوفوا فيهم معناتها الميزانيات نتاعهم. ومع هذا راك شفتوا النتائج اللي احنا بميزانيه متوسطه معناتها قمنا بواجبنا، والنادي ما وقع ما نقصوا حتى شيء وما فرطنا في حتى ملاعبي لمده 2.5 سنين باش نحافظوا على المجموعه هذه. وما زلنا ننتدبوا وما زلنا نعملوا وما زلنا نخدموا لاخر لحظه. هذاك هي خدمه النادي، حب النادي في خدمته لا باش يخليه يتخبط في مشاكل وكذا. واحنا رانا ديما يدينا ممدوده للناس الكل. راهو النادي الصفاقسي ما ينجم ينجح الا بكل الايادي ممدوده ليه، الا بالجو الباهي والطيب.